السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم هاد التحليه اللي كتجي منعشه وبارده ديال هاد الحراره هذه. خليكم معايا باش تكتشفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. كمرحله اولى كناخذ كاسرونه كندير فيها نص كاس ديال سكر حبيبات او سكر سنيده، كنخلي على نار مهيله حتى كيبدا كيف كتلاحظوا بدا كيذوب من الجوانب. كناخذ سباتيل او ملعقه خشبيه وكنبدا نحرك شويه بشويه، ما تغفلوش عليه باش ما يتحركش يجي في ديك المذاق ديال المروره. غير كتحسوا به داب كامل كيف كتشوفوا، غتخليوه تقريبا واحد نص دقيقه هكاك حتى كياخذ داك اللوينه كيا من الذهب صافي، وكنطفيو عليه. مباشره والخليط باقي سخون كنفرغوه في المول اللي غادي نقدم فيه التحليه ديالي. غنحاول نوزعو هكا شويه في الجوانب، غنحتفظ به وغادي ندوز للمرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه كناخذ كذلك كاسرونه وكندير فيها نص لتر ديال الحليب وساشي ديال فلون رويال. كيف كتشوفوا هنايا كاين جوج انواع، بغيت نصور لكم النوع الثاني ولكن ما متوفرش عندي. كاين هذا اللي تيكون فيه غير ساشي واحد ولكن مضاف ليه السكر، وكاين اللي كيكون فيه 4 ديال الساشيات ولكن ما فيهش السكر، تيكون مسوس. غنضيف كذلك 250 ملي ديال الكريمه السائله، ما يعادل ربع لتر. بالنسبه للقاعده اللي بغى يدير كميه كبيره، كل لتر ديال الحليب فيه نص لتر ديال الكريمه السائله. صافي غادي نحرك شويه المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم، ومباشره كنوضع فوق النار مع التحريك مره غنخليه حتى كتطلع فيه الغليه صافي وكنطفي عليه. كيف كتشوفوا داك الكراميل اللي درنا في الاول تماسك، ومباشره داك الخليط باقي سخون صافي وكنفرغوا فوق منه. غنحتفظ به غير في المطبخ حتى كيتماسك تماما صافي، وكندخلو للثلاجه لمده ديال 3 السوايع صافي، وكنخرجوه حتى كيبرد مزيان. هنا غادي نديمو ليه معكم باش تشوفوا كيفاش جا الشكل ديالو. كيف كتشوفوا كيجي رائع ومتماسك. هنايا بالنسبه لي انا زينت غير بشويه ديال اللوز، نتوما زينوا باش ما بغيتو، لكم الاختيار. وكيف عودتكم دائما ضروري ما غنقطعو معكم باش تشوفوا القوام ديالو. كيف كتشوفوا يعني تحليه منعشه وكتستحق التجربه. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وإلا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تنساوش توضعوا لايك وديروا اشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد، وعطيو لي الآراء ديالكم الا جربتوه في التعاليق. انا وصلت لنهايه ديال الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.